هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. مش هتحضري الفطار؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا حلوتي. طب هقوم بقى حضر لك الفطار على ما تتشطف وتلبس، ها؟ يا نهار ابيض، ده يبقى احلى صباح ده ولا ايه؟ بس ما تاخدش على كده. وبعد مرور سنتين. هي الساعة كام؟ يا نهار ابيض، انت ما صحتنيش ليه؟ معلش والله ما نمت طول الليل، الولد كان ممغص وهلكت على ما نام. انا اسفه، حقك عليا. طيب يا ستي معلش. طب حضري لي الفطار بسرعة عشان الحق انزل. عشان خاطري حضره لنفسك، انا بجد مش قادره خالص. وبعد مرور 6 سنين، يا ترى الدنيا راحت فين؟ يا ولاد اصحوا بقى، انا هلكت. الجرس فاضل عليه نص ساعه ويضرب. هو ما فيش يوم اصحى بهدوء من غير صريخ على الصبح؟ ابقى تعالى صحيهم انت وشوف وجع القلب اللي انا شايفاه، طب جهزي لي الفطار عمال ما البس. بدل ما تساعدني في تجهيز السندوتشات للعيال. متشكر والله، كتر خيرك. هبقى اخد سندوتش من اي حد وانا معدي. سلام عليكم. استنى هنا، انت رايح فين؟ انت مش هتاخد العيال على سكتك ولا ايه؟ عندي اجتماع، يبقى وصليهم انتي. ازيك بقى؟ لا، ما احنا مش هنبتديها كده. انا فاهمه كويس جدا اللي انت عايز تقوله، بس خلينا نعقلها. طبيعي الست بتنشغل شويه بعد ما بتجيب ولاد، والراجل لازم يتقبل ده ويشيل معاها كمان. ما هم مش ولادها لوحدها على فكره. طب اديني فرصة اتكلم. حلم كل راجل يبقى اب، ده شيء فطري. بس خلينا نشوف اللي بيحصل بعد كده. احنا بندخل على الجواز عايزين ندلع ونتدلع، ولكن مع اول عيل بتبقى راحت علينا ونحس ان احنا لبسنا في حيط. واحنا كمان، ما احنا بيبقى عندنا نفس الاحساس. بنخش على الجواز وعايزين نتدلع وكل حاجه، بس اللي ماشي عليك ماشي عليا واكتر منه كمان. يعني ببساطه انا كنت متدلعه في بيت اهلي، واهتماماتي كلها متركزه حوالين نفسي، وفجاه هوبا مسؤوليه راجل في مسؤوليه عيل في التاني. وهوب اختفى الدلع، وهوب المصاريف زادت، وهوب بقيت مرمطون البيت. يا سلام. وهوبا ما بقتش عروسه، وهوبا بقيت ام العيال، وجسمي باظ وظهري انحنى من وجع القلب، وبقيت متمزع ما بين العيال وابوهم واهلي واهله، ويا ريت حد مقدر. طب والحل ايه؟ تفتكر ازاي نقدر نوقف كل اللي بيحصل ده؟ بسيطه، القفة اللي بودنين بيشيلوها اتنين يا أستاذ. الجواز شراكة، مش كل واحد جاي يتدلع على حساب التاني. معك حق، بس على الاقل نخف على بعض شوية، وحبة منك وحبة مني تتظبط الامور، ولا ايه؟ متفقين، ولو إننا عمرنا ما بنتفق يا تامر. وأنا هجيبها لك من الآخر. الراجل طفل أولاني لمراته، وبيتأثر جدا لما الست بتخلف وتنشغل بالعيال، مع إنهم حتة منه. أصل الموضوع ما منوش فايدة. بس أنا متفائل وعندي أمل كمان. بمجرد إن الزوجة تدي لجوزها شوية اهتمام وهو من عنده يساعدها إنها تعدي الفترة الصعبة دي، يعني هم قد إيه؟ حسبة 20-25 سنة عقبال ما العيال تكبر والدنيا تتظبط، والاتنين ساعتها هيرتاحوا على الآخر. ولا أنتوا رأيكوا إيه؟